خمن ايه اول دولة عربية اكتشفوا فيها البترول؟ السعودية؟ العراق؟ الكويت؟ الإجابة هي مصر. أول بئر بترول في مصر اتعمل في جمسة على الساحل الغربي للبحر الأحمر سنة 1886 على بعد حوالي 470 كيلو متر من القاهرة. وبعد عمليات البحث والحفر تم الوصول لاكتشافات تجارية في المنطقة في بداية القرن العشرين، وبدأ الإنتاج التجاري من حقل جمسة سنة 1910. والشركة اللي بدأت الإنتاج من الحقل كانت أنجلو إيجيبشن أويل فيلدز، وده معناه إن تاريخ صناعة البترول في مصر أقدم بكتير مما ناس كتير متخيلة. لكن الحكاية ما وقفتش عند البترول. بعد عقود مصر بدأت تدخل بقوة في الناتشرال جاس، وفي سنة 1967 تم اكتشاف أول حقل غاز في مصر وهو أبو مادي في دلتا النيل، وبدأت منه مرحلة جديدة تماما في صناعة الغاز المصرية. وبعده بسنتين في 1969 تم اكتشاف أبو قير في البحر المتوسط، وكان أول حقل غاز بحري في مصر. يعني مصر عندها قصة طويلة جدا مع البترول والغاز. جمسة في بداية تاريخ البترول العربي، وأبو ماضي كان بداية عصر الغاز المصري، وبعدها أبو قير، ثم اكتشافات ضخمة وصلت لحد حقل ظهر. كنت تعرف ان تاريخ البترول المصري قديم للدرجة دي؟ ولو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة اعمل لايك واشترك في القناة.